السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم وصفتنا بديل صحي للشربات والحريرات، هي شوربة أو سوب البروكولي. شوفوا أنا اليوم نجاب لي بروكولي شوية كان قديم، راكم تشوفوا فيه صفر ماهوش خضر، أما أنا قلت نديرو سوب خير من نديرو طبق واحد آخر بيه. نجيب هنايا نقطع البروكولي تاعي، نحيلو غير هذا الريسان كيما الشوفلور، يعني بالعاده نحيلو كامل، نخليلو هذاك العود تاعو نستعملو كامل. مي في لاسوب هذه لا نحو غير الورقات هذوك، غير الزهرات تاعو، باقي الاخر ما نستعملوش. وهنا عندي حبه زروديه وحبه بطاطا واكيد حبه بصل. هذو هما المكونات. هي المفروض فيها زوج حبات ثوم، زوج سنينات ثوم، ولكن انا ما عنديش، اول مره نقعد بلا ثوم، مازال ما شريتشي. انتم استعملوها، هي تجي بنينه بالثوم، انتم استعملوها، انا ما استعملتهاش، معليش. باذن الله تعالى راح تجي شابه. انا جبت القدره تاعي، نحط فيها مارغرين وزوج ملاعق زيت. تحبوا تستغنوا على الزيت ولا على المارغرين وديروا مكون واحد برك. المهم نديرهم فوق النار يذوبوا حتى يذوبوا، باش نحط فيها المكونات تاوعي ونقطعوهم عشوائيا، خاطش كامل راح يترحال من بعد. هنا بعد ما ذابت لي الزبده، نقطعوا البروكولي تاعي والبطاطا والزروديه بصل كامل عشوائيا، ونخلوها تتقلى على نار هاديه. شوفوا راني نقطع برك، يعني كيما على بالكم من بعد تترح. نكمل نقطعهم، نديرها تتقلى على نار هاديه حتى نشوفهم كامل ذبالو باش نمرقها. هنا بعد ما ذبلت لي الخضره تاعي شويه، يعني واحد 10 دقائق وهي تتقلى، نجيب هنايا مكعب جامبو، لا خاطرش ما عنديش، او مكعب مرق الدجاج، ما نقولش الماركه تاعو، او الا عندكم مرقه الدجاج، مرقه تاع الدجاج ديروا المرقه تاع الدجاج. انا ما كانش عندي، مالا درت هذه المكعب، انا ما نحبهمش، نكرههم سم ولكن استعملتها خاطرش الوصفه دايره كيما هكا، قلت نحطها لكم كيما هي. كيما كانش عندي مرقه تاع الدجاج، ونمرق بالماء دافي ونخليها تغلي حتى يطيبوا الخضره تاعي كامل، ومن بعد نجي نرحيهم. هنا كيما كنتم تشوفوا ما حطيتش الملح خليه حتى التالي. هنا بعد ما طابت لي نجي نرحيها. كيما قلت لكم انا مرقت خطره واحده برك، ولكن درك كي نشوفها الا ثقيله نزيد لها شويه ماء قبل ما ندير لها الكريمه. اللي ما يحبش الكريمه ولا ما عندوش كريمه يدير شويه حليب، اللي ما عندوش يدير شويه جبن، ولا يستغني عليهم الزوج. اللي يقدر يتحمل ياكلها كيما هكا، انا وحده من الناس ما نقدرش نتحملها هكاك. هنا درت لها عصره تاع قارص وندير لها الكريمه. درت لها واحد نص كاس، نرجعها على النار تغلي واحد 4 دقائق، ومن بعد نطفي لها ونقدمها. هي شوفوا، هي بديل صحي صح للشوربه والحريره، زعما بصح كاين بزاف اللي ما يتقبلوش البنه تاعها. ما نقولكمش بنينه بزاف، بصح بنينه صحيا، زعما اللي صحيا اللي يحب يحافظ على صحته كامل يبدل خطره على خطره، وتجي ان شاء الله تجيه بنينه. قلت مع الكريمه تجي بنينه. ونتمنى الوصفه تاع اليوم عجبتكم وتطبقوها، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. ما تنسوش الدعم. سلام.